قال يوما لأمه: إن أنا عشت بعد الاستقلال فسأنجب لك الكثير من الأولاد، وإن أنا مت يا أمي فأبناء الجزائر كلهم أولادك. إنه البطل العربي بن مهدي كان من أولئك الذين يؤمنون بأن الحرية تستحق كل تضحية، وأن النضال من أجل الاستقلال هو واجب مقدس. بفضل شجاعته وتفانيه ساهم في تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي، وألهم أجيالا من الجزائريين لمواصلة العمل من أجل تحقيق العدالة والكرامة. فلنتعرف في هذا الفيديو على العربي بن مهيدي وأبرز إنجازاته التاريخية. إخواني في الله، أحتاج إلى 10 ثواني من وقتك. صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله، لنبدأ الفيديو. أحد شهداء الثورة الجزائرية كان مناضلا وقائدا. ولد في مدينة عين مليلة الواقعة في شرق الجزائر في عام 1923 بدوار الكواهي بناحية عين مليلة التابعة لولاية أم البواقي، وهو الابن الثاني في ترتيب الأسرة التي تتكون من 3 بنات وولدين. دخل المدرسة الابتدائية الفرنسية بمسقط رأسه، وبعد سنة دراسية واحدة انتقل إلى باتنة لمواصلة التعليم الابتدائي. ولما حصل على الشهادة الابتدائية عاد لأسرته التي انتقلت هي الأخرى إلى مدينة بسكرة، وفيها تابع محمد العربي دراسته، وقبل في قسم الإعداد للالتحاق بمدرسة قسنطينة. في عام 1923 انضم لصفوف الكشافة الإسلامية فوج الرجاء ببسكرة، وبعد بضعة أشهر أصبح قائد فريق الفتيان والشباب. نشأ العربي بن مهيدي في بيئة وطنية مشبعة بروح المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي. كانت تلك الفترة حاسمة في تشكيل وعيه الوطني، حيث تأثر بعمق بالأحداث السياسية والاجتماعية التي كانت تعصف بالجزائر تحت نير الاستعمار. في عام 1942 انضم لصفوف حزب الشعب الجزائري بمكان إقامته، حيث كان كثير الاهتمام بالشؤون السياسية والوطنية. في 8 مايو 1945 كان من بين المعتقلين، ثم أفرج عنه بعد 3 أسابيع قضاها في الاستنطاق والتعذيب بمركز الشرطة. عام 1947 كان من بين الشباب الأوائل الذين التحقوا بصفوف المنظمة الخاصة، حيثما لبث أن أصبح من أبرز عناصر هذا التنظيم. وفي عام 1949 أصبح مسؤول الجناح العسكري بسطيف، وفي نفس الوقت نائباً لرئيس أركان التنظيم السري على مستوى الشرق الجزائري الذي كان يتولاه في ذلك الوقت محمد بوضياف. وفي عام 1950 ارتقى إلى منصب مسؤول التنظيم بعد أن تم نقل محمد بوضياف للعاصمة. بعد حادث مارس 1950 اختفى عن الأنظار، وبعد حل المنظمة عين كمسؤول الدائرة الحزبية بوهران إلى 1953. وعند تكوين اللجنة الثورية للوحدة والعمل في مارس 1954 أصبح من بين عناصرها البارزين، ثم عضواً فعالاً في جماعة 22 التاريخية. لعب بن مهيدي دوراً كبيراً في التحضير للثورة المسلحة، وسعى إلى إقناع الجميع بالمشاركة فيها، وقال مقولته الشهيرة: ألقوا بالثورة إلى الشارع يحتضنها الشعب، وأيضاً أعطونا دباباتكم وطائراتكم، وسنعطيكم طواعية حقائبنا وقنابلنا. وأصبح أول قائد للمنطقة 5 وهران. كان الشهيد من بين الذين عملوا بجد لانعقاد مؤتمر الصومام التاريخي في 20 أوت 1956، إذ كان هو الكاتب العام للمؤتمر. عين بعدها عضواً بلجنة التنسيق والتنفيذ للثورة الجزائرية. القيادة العليا للثورة قاد معركة الجزائر بداية سنة 1956. اعتقل نهاية شهر فيفري 1957، وقتل تحت التعذيب ليلة 3 إلى 4 من مارس 1957. قال فيه الجنرال الفرنسي مارسيل بيغار بعد أن يئس هو وعساكره أن يأخذوا منه اعترافاً أو وشاية برفاقه بالرغم من العذاب المسلط عليه لدرجة سلخ جلد وجهه بالكامل. وقبل اغتياله رفع بيغار يده تحية لبن مهيدي، ثم قال: لو أن لي ثلة من أمثال العربي بن مهيدي لغزوت العالم. في عام 2001 اعترف الجنرال الفرنسي بول أوسارس لصحيفة لوموند أنه هو من قتل العربي بن مهيدي
شنقا بيده. حربي بن مهيدي من أولئك الذين يؤمنون بأن الحرية تستحق كل تضحية، وأن النضال من أجل الاستقلال هو واجب مقدس. بفضل شجاعته وتفانيه ساهم في تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي، وألهم أجيالا من الجزائريين لمواصلة العمل من أجل تحقيق العدالة والكرامة. تظل ذكراه حية في قلوب كل من يؤمن بالحرية والنضال من أجل حقوق الإنسان.